آه، السوشيال ميديا ما بيمثل الرأي الحقيقي للكل. يعني المحتوى الرقمي هو عبارة عن سلوك تكيفي وليست موقف ثابت. كثير من الحسابات تعمل ازدواجية تعليق حتى تتجنب الخسارة أو الحظر، أو تستخدم خطابا مختلفا حسب الجمهور. أعطي مثال بهذا الصدد. نحن من كثر ما كانوا يطلعوا جماعة التيك توكر ويمجدوا بجماعة أو بطرف سياسي، تخيلنا أنه هذا الطرف السياسي قادر يعمل معجزات. بس لما صار الحدث واكتشفنا مقدار الهوة ما بين الشيء اللي بينحكى على السوشيال ميديا وبين الشيء اللي صاير على أرض الواقع. أنت فهمان علي ويمكن كثير فهمانين علي شو عم بحكي عن الشيء اللي صار بالفترة الأخيرة بسوريا. التيك توكر وجماعة السوشيال ميديا كانوا يضلوا الرأي العام المؤيدين قبل المعارضين لهم. فمشان ننتبه على هاي النقطة لأنه هي في غاية الخطورة. يعني نفس ذاك الشخص أحيانا قد يظهر بمواقف متناقضة في صفحات مختلفة، لذلك القياس عبر التعليقات غير صالح علميا لتحديد الرأي العام الحقيقي. ما يحدث في الخطاب العام يتم إسقاط السياسة على الهوية، مثل العلوي مع إيران، سني ضد فلان، وهذا خطأ شائع في الحروب. الواقع الاجتماعي في الحالات المشابهة يقول إن أي مجموعة داخل حرب طويلة تنقسم داخليا إلى عدة تيارات: تيار مؤيد، وتيار محايد، وتيار رافض، وآخر صامت. الصامت عادة هو الأكبر، لكنه غير مرئي إعلاميا. في دراسات النزاعات مثلا في سوريا، في لبنان، العراق، الأغلبية الصامتة تميل إلى تجنب السياسة أو الحديث عنها بشكل علني، والتركيز على الأمن الشخصي وعلى الدخل، الراتب أو المعيشة، أو موضوع الهجرة والبقاء، ورفض الاصطفاف الحاد إذا كان مكلفا اجتماعيا. بالتالي العبارة الأقرب للواقع هنا برأيي مثالا: لا أريد الدخول في هذا الصراع، وهذا يعتبر موقفا إيديولوجيا ثابتا. لماذا هنا يبدو السوشيال ميديا متناقضة؟ هناك أسباب عديدة، منها الخوف. الناس تعدل خطابها حسب البيئة الرقمية لتجنب الاستهداف أو الإقصاء. وهناك أيضا منصات، هناك خوارزميات في المنصات تضخم عادة المحتوى الأكثر تطرفا أو تفاعلا فيختفي الصوت المعتدل. يعني نرى مثلا في أغلب منصات التيك توكر تم التجيش، لغة شعبوية بسيطة بعيدة عن السياسة والوعي السياسي، لغة لجمع اللايكات، لجمع التعليقات، هكذا لتحقيق الأرباح في التيك توك. فيستخدمون لغة قريب تحاكي سيكولوجيا الرأي العام الشعبي، لغة مليئة بالثبات، بالشتائم، بالتحيز الأعمى وما ذلك. وهذه الصفحات السياسية هي بطبيعتها موجهة وتوجه النقاش حسب سياستها، والمستخدم يحاول ألا يخسر جمهور الصفحة فيلجأ عادة لأساليب ملتوية، يلجأ إلى ما يسميه إلى مصطلح التكويع السوري: فلان مكوع من أجل أن يحصد على مزيد من اللايكات والاهتمام بالجهة التي كان يناهضها بالأمس. إذن هل يمكن هنا استنتاج هجمة تشويه منظمة من التعليقات؟ لا يمكن الجزم من التعليقات وحدها. التعليقات تحتاج إلى تحليل شبكي للحسابات، وتتبع مصادر النشر، ومقارنة لغوية وزمنية، وبيانات خارج المنصة. إذن مجمل هذه المنصات الرائجة هي انطباعية لتكوين رأي انطباعي وليس رأي تحليلي سليم موضوعي. إذن السوشيال ميديا لا يعكس المزاج الحقيقي لأي طائفة أو مجتمع. يعني ما فينا نعتبر التعليقات هي مؤشر سياسي موثوق. في الحروب دائما الصوت العالي وليس الرأي العام، والأغلبية غالبا غير ممثلة رقميا. نعم، بالنسبة للموضوع الثاني، الموضوع اللي حكت فيه الآن ليندا، أو موضوع الخلط الأساسي بين الدين، السياسة، الطائفة. داخل كل طائفة هناك مؤيدون لأنظمة مختلفة، وهناك معارضون، وهناك محايدون، وهناك غير مهتمين بالسياسة أصلا.
يعني بمعنى أن نحول الطائفة إلى موقف سياسي واحد هو خطأ تحليلي مباشر نقع فيه بالمجمل. إذا في الشرق الأوسط، الواقع في الشرق الأوسط يقول أن الولاءات ليست دينية فقط، ثمة أسباب أخرى وراء الولاءات تتأثر بالدولة التي يعيش فيها الشخص. مثلا في حقبة نظام الأسد كانت الطائفة أو غيرها من المنتفعين أو غير المنتفعين كانوا يلجؤون إلى تصرف ما، إلى سلوك ما، نتيجة أسباب متعلقة بالخوف والأمن والاقتصاد والإعلام وكذلك التجربة الشخصية في الحرب. إذا لا توجد علاقة خطية بين الطائفة والتحالفات الدولية. طبعا ما يتعلق بالخطاب الشعبوي الحالي، منهم من يتجه إلى إيران ومنهم من يؤيد إسرائيل أو الغرب، هذا النوع من الخطاب يقع في نمط معروف: تبسيط الصراع إلى محور واحد مقابل محور واحد. إذا هو في الواقع إذا حللنا هذه الإشكالية إلى عواملها الأولية ستتضح لنا أنها عبارة عن شبكة مصالح دول وحروب نفوذ وتحالفات متغيرة، وليست اصطفافا دينيا ثابتا كما يعتقد أو كما يتم الزعم. السوشيال ميديا في هذا النوع يظهر غالبا الأشخاص الأكثر تطرفا ووضوحا وليس الأكثر تمثيلا للناس. بمعنى الإنسان المعتدل لا يسمع صوته، والخائف أصلا لا يكتب، والناشط يهيمن على المشهد. إذا الصورة هنا تبدو انقساما حادا لكنها ليست تمثيلا دقيقا للمجتمع. طبعا هناك نسبة كبيرة من طائفة معينة تريد تحالفا مع دولة معينة، مثلا إسرائيل. مثلا يتم الحديث بين الدروز، بين العلويين، وحتى بين الكرد أيضا نسبة كبيرة منهم عن ذهاب باتجاه الحصول على الدعم الإسرائيلي. نسبة كبيرة طبعا تريد هذا التحالف، هو استنتاج غير قابل للتحقق دون استطلاعات رأي علمية ودون وجود عينات واسعة ودون وجود بيانات مستقلة، وهذا لا نجده للأسف. لهذا يبقى كل هذا الهرج والمرج عبارة عن انطباع شخصي وليس حقيقة اجتماعية مثبتة. في مناطق الحروب الطويلة طبعا كما قلت أن الناس سئمت من السياسة وسئمت من هذه الجدالات البيزنطية. هي تبحث عن الأمان، عن الاستقرار، عن المعيشة الأفضل، ولا تريد هذا الانحياز السياسي المطلق الذي سيكلفها لاحقا وبالتالي سيجرها إلى دوامة صراعات مستمرة. وبذلك لا توجد كتلة طائفية واحدة لها موقف سياسي. والسوشيال ميديا كما أسلفت لا يعبر عن الهوية الحقيقية للمجتمع. والتحليل السياسي الدقيق لا يبنى على الانطباعات أو التعليقات، فلان حكى وفلان قال وفلان هاجم. الصراعات في المنطقة هي بطبيعتها دولية معقدة ولا ترتكز على أي هوية دينية أو طائفية أو حتى عرقية. تم هذا التوصل لاتفاق الهدنة لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في 7 إلى 8 أبريل 2026 بوساطة من باكستان. والاتفاق كان مضمونه وقف العمليات الهجومية وبدء مفاوضات في باكستان وترتيبات مؤقتة حول مضيق هرمز، وهو عبارة عن فتح جزئي مشروط. لكن هذا الاتفاق كما يبدو هو اتفاق هش جدا وغير نهائي، والأطراف كثير من الأطراف تعتبره تهدئة مؤقتة وليست نهاية حرب. طبعا لا يوجد حتى الآن أي تأكيد مستقل واضح حتى الآن أن هناك خرق رسمي شامل للهدنة من قبل إيران، لكن الموجود فعليا هو أن ثمة مسؤولين أمريكيين منهم نائب الرئيس وفريق الأمن قالوا أن المفاوضات فشلت أو لم تحقق تقدما حاسما، وهناك توتر حول تطبيق شروط الهدنة. الولايات المتحدة تتهم إيران بعدم الالتزام الكامل ببعض بنود حرية الملاحة في هرمز، بينما وأيضا تتهمها باستمرار أنشطتها العسكرية ولو كانت محدودة أو غير واضحة في المنطقة. بالمقابل إيران تقول أنها تلتزم بشرط وقف إطلاق النار طالما التزمت واشنطن، وتعتبر بعض التحركات الأمريكية بمثابة خرق لهذه الهدنة. الخطاب السياسي حاليا هو متبادل الاتهام، لا يوجد حتى الآن دليل على انهيار رسمي للهدنة. هناك
محللون غربيون يرون أن الهدنة ليست سلاما، بل هي عبارة عن تجميد صراع. فالخلاف الحقيقي لا يزال قائما حول البرنامج النووي الإيراني، وحول النفوذ الإقليمي، وحول أمن الملاحة في مضيق هرمز. الولايات المتحدة تريد تهدئة مؤقتة من أجل إعادة التموضع. إيران تستخدم هذه الهدنة من أجل أن تخفف عن كاهلها أعباء الضغط العسكري، وليس لتقديم تنازلات حقيقية. إذن أنا بالنسبة لي أعتبر أن الهدنة هي استراحة قبل جولة تصعيد جديدة. فغالب المحللين في الشرق الأوسط يركزون على أن إيران تعتبر الهدنة هو بمثابة إنجاز سياسي، نصر سياسي يثبت قدرتها على فرض شروطها، وأن واشنطن وإسرائيل لم تحققا أهدافهما العسكرية الكاملة بعد. إذن فالصراع هو تحول من حرب مباشرة إلى ضغط بحري في مضيق هرمز، وإلى حرب تفاوضات، وإلى اختبار قوة مستمر. كل الأطراف إذن تتفق عمليا على أن هذه الهدنة هشة للغاية. أي حادث في مضيق هرمز أو ضربات محدودة في إيران أو العراق أو لبنان قد يعيد الحرب بوتيرة سريعة ومتصاعدة أكثر. وقف إطلاق النار كما نرى هو موجود فعلا، لكنه مؤقت وضعيف، والاتهامات بين واشنطن وطهران مستمرة يوميا، ولا يوجد اتفاق سياسي حقيقي حتى الآن. والمنطقة هي لا في حالة حرب ولا في حالة سلام. فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الكردية في شرق كردستان، إنها الآن في حالة ترقب حذر، وأيضا مستعدة لأي سيناريو تصعيدي أو أي توتر أو أي مفاجأة مرتقبة. هل بإمكاني الآن أن أعود إلى النقطة التي انتهى منها في الحديث عنها زملاؤنا؟ أوكي تفضل. أكيد تفضل. جيد. ما يتعلق طبعا هو الموضوع الذي تطرقوا إليه بالفعل هو موضوع مهم ويجب أن نركز عليه، كي لا تظهر هذه المنصة على أنها تناقش دائما ذات المواضيع المتعلقة بالحدث الراهن. يجب أن نتطرق للمواضيع الإشكالية المتعلقة بسيكولوجية جماهير الطائفة كفاعل سياسي. في العلوم السياسية الحديثة لا تعامل الطوائف ككتل سياسية موحدة. مثلا عالم الاجتماع ماكس فيبر الذي توفي على ما أعتقد 1920 ميز بين الجماعة الدينية والجماعة السياسية، أي أن الانتماء الديني لا يتحول تلقائيا إلى موقف سياسي واحد. إذن أي مجموعة دينية هي بطبيعتها متعددة داخليا سياسيا، إذ لا توجد إرادة جماعية واحدة. المفكر صاموئيل هيمنتيغون صاحب كتاب صدام الحضارات 1996 طرح أن فكرة الصراعات الحديثة قد تأخذ طابعا حضاريا هوياتيا، لكن المفكر إدوارد سعيد قال إن هذا هو عبارة عن تبسيط مفرد، لأن الصراع الحقيقي غالبا هو سياسي اقتصادي وليس هوياتي فقط. كما قال ماركس أيضا يقول إن جوهر كل الصراعات سواء كانت قومية أو طائفية أو دينية هي في جوهرها صراع طبقي. والخلاصة أن الهوية تستخدم في الخطاب السياسي، لكنها ليست دائما سببا لحدوث الصراع الحقيقي. الباحث بنديكس أندرسون صاحب نظرية الجماعات المتخيلة 1983 قال أن الأمم والجماعات تبنى كتصورات ذهنية مشتركة وليس ككتل موحدة في الواقع. إذا ما نراه في السوشيال ميديا أو الإعلام هو تصور عن جماعة وليس الجماعة نفسها. المنصات تعرض لك ما يضخم الانقسام وليس ما يمثل الأغلبية الصامتة. ومفهوم التمثيل السياسي في الحروب أن العنف والصراع دائما ينتجان هويات سياسية مؤقتة تتغير تبعا لتغير السلطة ونمط الحرب والاقتصاد. نعم. مثلا المثال السوري، مثلا تعدد الولاءات داخل كل منطقة سورية. الانقسامات بطبيعتها ليست طائفية صرفة، بل هي مزيج من عدة عوامل تتعلق بالواقع الأمني للبلد، الواقع الاقتصادي، والتدخلات الخارجية بطبيعة الحال هي التي تخلق
رأيا، وهي تخلق يعني هذه العوامل كلها تخلق مزيجا من رأي عام وخطاب جديد. إذا الجماهير بطبيعتها تروض أو يتم التحكم بها وتتأثر تبعا لكل هذه التغييرات التي تحدث في المنطقة. الطائفة هي عبارة عن موقف سياسي موحد كما قال ماكس ويبر، وهي عبارة والهوية تستخدم في الصراع، لكن ليست هي السبب الوحيد للصراع. والسوشيال ميديا كما أسلفت لا يعبر عن المجتمع ككل. بالضبط، هذا ما أردت تبيانه. شكرا. في سياقات هذه النزاعات الممتدة التي لا نهاية لها، يصبح الفضاء الرقمي هو امتداد مباشر للصراع الاجتماعي والسياسي. ما تاخذوني أنا عم بحكي بهي الطريقة لأنه هي حابب وثقها. أنا بوثق عادة فيديوهات اللي بحكي بطلع فيها وبحكي، يعني بيهمني إنه الرسالة هيك يعني تصل للجمهور بطريقة صحيحة وفق اعتقادي. الفضاء الرقمي هو امتداد مباشر للصراعات الاجتماعية والسياسية، بس الوقت نفسه لا يعكس الواقع مثل ما حكينا، لكنه يعيد إنتاجه بشكل مشوه ومكثف. ما يظهر في النص يتوافق مع نمط معروف في علم الاجتماع السياسي يسمى تسييس الهوية عبر السرد الرقمي. يتم من خلالها تحويل الفرد من كونه شخصا له تجربة خاصة إلى تمثيل مفترض لجماعة كاملة، سواء وافق ذلك أم لم يوافق. من منظور علم النزاعات يشرح ستاثيس كاليباس في دراسته حول العنف في الحروب الأهلية أن أغلب الأفراد في بيئات الصراع لا يكونون فاعلين سياسيين ناشطين، بل يميلون إلى الحياد أو تقليل الظهور العلني. هذا الحياد لا يفهم دائما على أنه موقف سياسي، بل غالبا ما يكون سلوكا مرتبطا بالبقاء وتجنب المخاطر. لكن في البيئة الرقمية هذا النوع من السلوك يعاد تفسيره بشكل مختلف، حيث ينظر إلى الصمت أو عدم الانخراط السابق كأنه اصطفاف لاحق أو إخفاء لموقف سياسي. هذا التشويه لا يحدث فقط بسبب الصراع نفسه، بل بسبب طبيعة هذه المنصات. مانويل كاسلز في عمله حول قوة الاتصال يوضح أن الشبكات الرقمية لا تنقل المعلومات بشكل محايد، بل تضخم الخطابات الأكثر حدة واستقطابا لأنها تولد تفاعلا أعلى. ومع ما وصفه إيلي بايرز بفقاعة التصفية، يصبح المستخدم محاطا بنسخ متكررة من نفس الخطاب، ما يعطي انطباعا زائفا بأن هذا الخطاب هو الرأي العام السائد. في هذا السياق يتحول الفرد بسهولة إلى هدف لآلية اجتماعية اسمها الإسقاط الهوياتي، التي ناقشها روجرز بروبيكر، حيث تفرض على الشخص أن يلبس هوية سياسية أو طائفية أو جنسوية من الخارج بغض النظر عن تعريفه الذاتي لنفسه، فيصبح النقاش أقل عن الفعل الحقيقي وأكثر عن الصورة التي يفترض أنه يمثلها. أما فيما يتعلق بالارتباطات المرتبطة بعملية الاستعلاء، مثل هذا الاتهام اللي ورد للأستاذة ليندا، أو التمثيل السياسي أو الجندري، دراسات الجندر والسياسة مثل أعمال جوديث بيتلر تشير أن الجندر في سياقات الصراع لا تعامل كهوية فردية فقط، بل كرمز داخل الخطاب السياسي، مما يجعل الفرد في هذه الحالة عرضة لقراءات نمطية جاهزة. إذن نحن نشهد انفصال متزايد بين التجربة الفردية والتمثيل العام. الشخص الذي عاش تجربة الخوف أو الحياد أو عدم المشاركة يصبح لاحقا موضوعا لتفسيرات لا تعكس بالضرورة ما فعله أو ما قصده، بل تعكس الطريقة التي يعاد بها بناء الهوية داخل خطاب جماعي متوتر. في هذه الحالة لا تكون المشكلة في الفرد بقدر ما تكون في آليات إنتاج المعنى داخل فضاء منفرد، حيث تتحول التجارب الشخصية إلى رموز عامة، ويختزل التعقيد الإنساني في ثنائيات حادة لا تسمح بالمنطقة الرمادية التي يعيش فيها معظم الناس فعليا. في نهاية كلامي، سيصل السوريون في مرحلة ما، هذا إن لم يصل معظمهم، إلى أن جميع اليافطات والشعارات قومية كانت أم مذهبية أم عرقية، جميعها عبارة عن غطاء للوصول إلى السلطة طالما لم تترجم عمليا
أو لم تراعي الواقع الخدمي، تطوير الواقع الخدمي للناس، تطوير الواقع المعيشي، رفاهية، ولم تحرص على رفاهية المجتمع. تبقى هذه الشعارات هي عبارة عن وسائل للوصول إلى السلطة. وأظن أن السوريين أغلبهم أو جلهم أدرك تلك الحقيقة، ويسعى السوريون مثل أن يكونوا أسوة للدول المتمدنة، يعيشون بنحو الأفضل، متجاوزون عصور الخطاب الإيديولوجي والشعبوي، للوصول إلى حالة من الاستقرار الواقعي تحت يافطة حقيقية واقعية، تحقيق العدالة والمساواة ومبدأ المواطنة للجميع، على أن ينعم الجميع في ظل وجود دولة تتحقق في متنها حقوق حرية التعبير، وكذلك حق الحياة، وحق أن ينعم كل إنسان بمستوى محدد من الرفاهية.